هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ انا متحمسه جدا لفيديو النهارده. هنروح النهارده نجرب تشاينيز فود لاول مره، وهاخدكم معايا من اول اليوم لاخره، فاعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوز اللي جايه كلها. ويلا، ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ اخباركم ايه النهارده؟ هعمل معاكم فيديو كنت بقالي كتير قوي عايزه اعمله، تجربه الاكل الصيني لاول مره. حاسه ان ايه احبه، لان انا اصلا بحب عامه الاكل الصيني والحاجات دي. فبعمل اخري نودلز دوملينجز، بشوف لها فيديوهات كتير. النودلز الكوريه معموله بالطريقه الكوريه برضو، لها فيديوز كتير والناس بتقول عليها لطيفه، بس انا ما جربتهاش قبل كده، فهنجربها النهارده مع بعض. فانا يا جماعه هنا في مطعم صيني كله ناس صينيين، بس انا اللي واخده مكان كده ايه، المحل ده اغلبه ناس صينيين، فحاسه ان ايه يعني كأني يعني سافرت الصين بالظبط واجرب الحاجات دي لاول مره، فمتحمسه لها جدا. حاسه الموضوع لطيف جدا جدا. وجماعه وانا بقى جايه في الطريق اشتريت حاجات، طريق المحل اشتريت حاجات، الشنطه دي كلها مليانه حاجات. مش في دماغي خالص ان اشتري حاجات، انا عامله حسابي ان انا هنزل هاكل بس، اتمشى في المكان شويه وبعد كده هرجع على طول. بس حسيت ان الموضوع لطيف، ان لما لقيت الحاجات دي ما قدرتش احطيها بالي، بالذات ان اسعارها كمان اسعارها حلوه جدا. قلت لا خلاص انا لازم اعجبها. فجبت حاجات كتير، بس كان في حد كتب لي كومنت قبل كده بلاش تعملي الانبوكسنج والحاجات دي بره لان الصوت بيبقى عالي، فانا مش هعملها هنا، هعملها لكم في البيت ان شاء الله. بس لحد ما الاكل ما يجي، لان انا هفضل قاعده اعمل ايه، الموضوع هيبقى زهقانه قوي. طب انا رحت جامعه. بس الاول عندي مروحه في البيت، بس المروحه دي انا نسيتها، الجو النهارده حر جدا، اشتريت المروحه دي، وحرفيا المروحه دي احلى من اللي عندي في البيت، وسعرها نص سعر اللي عندي في البيت، فعشان الجو حر قوي دلوقتي. رحت تاما واشتريت من عنده حاجات لطيفه قوي يا جماعه. بصوا الحلق ده حلوه قوي ولونه حلوه قوي كتير، فجبت بقى كذا حاجه جوه، بس انا مش عايزه اطلع دلوقتي. بس انا عايزه كمان اوريكم الجبت دي، كنت بدور عليها كتير قوي وقلت اجيبها بقى ايه، بما اني لقيتها قدامي واللمعه بتاعتها فظيعه، احط فيها الموبايل عشان حتى لو انا بصور بعد كده وانا مثلا من بره او حاجه يبقى الموبايل معايا وقع بقى من الترايبود اللي انا حاطاه او حاجه، فهو اوريدي بقى في امان. بعدين اللمعه بتاعتها حلوه قوي 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 يا جماعه، خطير. كمان احطها في الموبايل ان هي تلبس كراس كده، بجد يبقى شكلها حلو قوي. وبعدين بقى لونها، بصوا في اللبس عامل ازاي، حلوه موت. بس انا لسه عايزه اطلعها على الموبايل عشان اكيد مش همشي بيها كده يعني. خلينا بقى ايه في الاكل الصيني بتاعنا النهارده. حاسه كمان ان الوش بتاعي خف شويه لحد الاكل ما يجي، فايوه تعالى كده هو اصلا يروح على الاكل انت مش هتبقى ان المطعم مليان ناس، وانا اصلا اول ما كنت حاطه حاجاتي كلها جنب الكاميرا، حاسه ان انا مكسوفه شويه. بس دلوقتي ان انا خلاص انا طلعت وشلت كل الحاجات وحاطه الترايبود قدامي على الكاميرا وقاعده بتكلم معاكم، فحاسه ان الموضوع ده في البدايه بس اول شويه وقت، وبعد كده خلاص هناخد على الوضع يعني. حاسه ان ما بقتش خلاص متوتره، فهو يا جماعه بصوا جايب لكم كل الناس ورايا. انتوا يا جماعه جربتوا الاكل الصيني قبل كده؟ اكتبوا لي في الكومنتس تحت. الشاي الصيني انا شفت فيديو بس هو مش سخن قوي يعني، بعدين برضه شكله امور قوي. اوكي، ف ريحته حلوه يعني لطيفه، شكلها كده، بس هو يا جماعه بارد شويه مش سخن قوي. عارفين انتوا الشاي الخفيف المصري الاصيل هو ده بالظبط، يبقى صحي لو مفيهوش سكر، بس هو خفيف شويه، مش عارفه هو ده شاي عادي ولا ايه، بس هو اللي هي جاي معاها جزء من البقدونس فوق كده، هي عامله زي تسمين اصلا اي حد بيتكلم فيه فاهم منه اي حاجه. اوكي، الشوب ستيكس انا بعرف اكل الحمد لله بالشوب ستيكس، كنت على طول باكل اندومي بيها. الدملينجز اهي، فجاي معاها صوص كده، خليني اوريكم شكله اللي احنا بنعمل فيه ده كده، وهو صوص شكله حار شويه، مش عارفه لازم حاسه حار. ايوه، بس حاسه ان دي كانت المفروض تتحط في الزيت ايه، مش لطيفه يعني، مش صعب خالص ان انا استخدم الشوب ستيك اجربها عليهم. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ان انا حبيت قوي النودلز اكتر من الدملينجز. الدملينجز حلوه بس كنت مش عارفه ليه حاسه ان هي محتاجه تتقلي شويه. بالنسبه بقى للنودلز فهي خطيره، حلوه قوي قوي قوي. انا هروح المكان ده تاني بس عشان اكل النودلز دي. هي نودلز بالسمسم والبروتين كان لحمه، بس بجد خطيره، بس بجد بتلكم لان دي عجينه، بس انا كنت شايفه ان هي لازم يعني هي جواها ايه، جواها بصل ايه، بصوا ده اللي جواها
خلينا بقى كده بسرعه اقول لكم رايي سريعا على الاطباق اللي انا جربتها. الدملينجز حلو بس انا اديله 7 أو 8 من 10. هو طعمه حلو بس انا ليه مش عارفه، حاسه ان هو كان محتاج يتحمر عشان يبقى حلو. من غير الصوص ياخد 8 من 10 او بالصوص سوري. تهيألي الدملينجز لو كان اتحمر كان هيبقى احسن بكتير، وبالصوص كان هيبقى حلو قوي، على الاقل كان هيبقى كريسبي. فده رايي بالنسبه للدملينجز. تعالوا بقى نتكلم عن النودلز شويه. ده اكتر طبق عجبني قوي. اولا هو لطيف والسوا بتاعه حلو قوي، مش ني ومش ناشف ولا حتى اللي هو عارفين لما يبقى الحاجه مهريه. عليه سمسم، عليه البروتين لحمه، طعمه حلو قوي، وعليه خضار وبصل. هو عندهم صوص كده يا جماعه بيجي مع يعني هو حاجات جانبيه بتحطوها انتوا على الطبق تديله طعم خطير. الصوص ده يا جماعه محطوط في ازازه كده عامله زي عارفين انتوا المديره بتاعت الاير فراير، حاجه شبهها كده. فانا لما جيت احط الصوص على الطبق اللي هو الباستا او النودلز معرفش ليه عمل ينزل، يعني الصوص بقى بينزل من فوق، وكمان حسيت ان هو يا مكسور يا مخروم، يعني ليه طريقه انا لسه مش فاهماها. هي دي الازازه اللي بكلمكم عنها، بصوا بتنقط ازاي من كل حته. فعايزه اقول لكم غرقت لي الترابيزه غرقت لي الدنيا، وما بقتش عارفه اكل من غير ما يكون معايا اي منديل جنبي امسح بيه اي حاجه نزلت على الترابيزه. بس الصوص ده كان حلو قوي ومدي طعم جميل جدا للنودلز، فمن غيره ما ينفعش. فانطباعي الاولاني عن التشاينيز ريستورانت اللي هو بجد حلو، انا حبيت الموضوع. مش هتبقى اخر مره هروح واجرب الاكل تاني. الاسعار هناك يا جماعه بتبدا من 200 جنيه. يعني الدملينجز ده كان ب 230 والنودلز او سوري النودلز كان ب 230 والدملينجز ده كان ب 200. بس البورشن او الكميه بتاعت الاكل هي كميه كبيره، يعني انتوا هتاكلوا وهتشبعوا، مش حجمه صغير خالص، لا الطبق مليان ويشبعكم جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا ما خلصتش الاكل، انا اخدت معايا الباقي بتاعي واكمله في البيت من كتر ما هو كان كتير. طعم اللحمه كانت حلوه، اللحمه ما كانتش شاده وما كانتش نيه، لا السوا بتاعها كان لطيف جدا. الباستا كانت كتير زي ما بقول لكم، بورشن كتير، كان عليها بقدونس. الصوص بتاع الدملينجز كان حلو، هو لونه كان احمر فكنت حاسه انه ممكن يبقى سبايسي، بس هو ما كانش سبايسي ولا حاجه. خلصت يا جماعه وكلت الاكل الصيني فظيع، طعمه حلو قوي بس تقيل قوي فما قدرتش اكمله، فقلت لها تلفولي وقلت هكمله في البيت وادوني شوب ستيكس مع الاكل، فالموضوع لطيف يعني. بس والله بجد حبيته، والصوص هو مخلي طعم الاكل حلو قوي، فتجربه لطيفه قوي يا جماعه. خلصت خلاص الاكل الصيني. كان في كافيه حلو قوي في الروف، طلعت اشوفه لقيت فيه واحده معاها كلب صغير اسمه جريفون فوكس، صغير قوي بس شكله قمر قوي، شبه جولي قوي قوي، شكله جميل. بس الروف كان حر بما ان الجو النهارده حر جدا، فصراحه ما قدرتش اقعد فيه، فنزلت قلت اتمشى في الشارع احسن، بما ان الدنيا فيها ناس زي ما شايفين وفيها روح. فبعد ما افضل قاعده فوق انا اوريدي اصلا لسه واكله، فحاسه ان انا مش قادره اكل، مش قادره اصلا اشرب حاجه لان خلاص بطني مليانه قوي، فمحتاجه اهدى وبعد كده ممكن اجيب حاجه اشربها، فلازم هتبقى ساقعه في الحر ده. يا جماعه بصوا فوق ده مكان شكله كافيه، فانا بفكر اطلع فوق اشرب حاجه اشوف الروف من فوق عامل ازاي.